تأتي امتحانات مرحلة الأساس هذا العام في ظروف استثنائية نتيجة الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، وبالرغم من تلك التحديات اكتملت الترتيبات اللازمة لإقامة هذه الامتحانات. ومن ذلك الصدد تم اليوم قرع جرس الامتحانات لشهادة مرحلة الأساس لمحلية حلفا الجديدة بمدرسة زينب بنت جحش بحي الثورة في 12 من أبريل للعام 2025 بحضور المدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة الأستاذ عبد الخالق العمدة، وقيد المنطقة العسكرية العقيد ركن مدثر حسن أحمد صالح، ومدير شرطة محلية حلفا الجديدة العقيد همزة علي عباس، والمقدم أمن بشير إسماعيل، ومدير مرحلة الأساس الأستاذ أحمد حسن عيسى، ومدير المرحلة المتوسطة ولفيف من القيادات بمحلية حلفا الجديدة. وقال المدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة الأستاذ عبد الخالق العمدة أنه تم إعداد كل الترتيبات الإدارية لهذه الفترة التي أتت بعد صبر طويل، مقدما الشكر للمعلمين والمعلمات والأجهزة الأمنية بمحلية حلفا الجديدة. الحمد لله اليوم 12/4 انطلقت امتحانات مرحلة الأساس للعام 2025 بعدد 25 مركز في مدينة حلب و14 مركز في مدينة المصنع. نحمد الله أنه بعد صبر طويل انطلقت هذه الامتحانات. تم عمل كل الترتيبات الإدارية لإنجاح هذه الامتحانات. الشكر والتقدير لمعلمي بلادي، ونقص بالشكر معلمي محلية مدينة حلفا من الإدارة وحتى آخر معلم. الشكر للجنة الأمنية التي أشرفت والآن تؤمن هذه الامتحانات. إن شاء الله حتتواصل أيضا، عندنا امتحانات قادمة حقت المرحلة المتوسطة ونحن جاهزين لها. وفي بداية حديثه تقدم الأستاذ أحمد حسن عيسى مدير المرحلة الابتدائية بالشكر لكل المعلمين والمعلمات الذين سابروا وجاهدوا حتى بداية امتحانات 2025، موضحا عدد التلاميذ الممتحنين 3259 تلميذا و2754 تلميذا، وعدد المراكز 25 مركزا بمدينة حلفا الجديدة و14 مركزا بوحدة ريف مصنع سكر حلفا الجديدة. وفي ختام حديثه تمنى التوفيق لأبنائنا الممتحنين بمدينة حلفا الجديدة. الحمد لله اليوم 12 أبريل 2025 انطلقت فعاليات امتحان الشهادة الابتدائية في ولاية كسلة، ونحن هنا في محلية حلفا الجديدة حرصنا أن نضرب جرس بداية الامتحانات في مدرسة زينب بنت جحش، المدرسة العريقة في حي الثورة بمدينة حلفا الجديدة. بداية نشكر كل زملاء المهنة الذين سابروا وجاهدوا معنا منذ 9/6/2024 وحتى اليوم نهاية بداية امتحان الشهادة الابتدائية. لهم الشكر والتقدير كل معلمي بلادي، ونخذ بالشكر والتقدير معلمي محلية حلفا الجديدة الذين لم يألوا جهدا لتسيير العملية التعليمية بالصورة الجيدة. كما نتمنى لأبنائنا الجالسين لامتحان الشهادة الابتدائية التفوق. وفي عدد الطلبة الجالسين في محلية حلفا الجديدة لامتحان الشهادة الابتدائية، محلية حلفا 1853 تلميذ، 2228 بنت، وحدة المصنع 901 تلميذ و1038 تلميذ، ليكون عدد البنين في المحليتين في حلفا ووحدة المصنع 3259 تلميذ، وعدد البنات 2754 تلميذة. هذا العدد مقسم على 25 مركز امتحاني في مدينة حلفا والريف، و14 مركز في وحدة المصنع. نحن مطمئنين أن الامتحانات حتسير بإذنه تعالى في هذه المراكز بصورة جيدة، لأن التنظيم جيد. الإخوة في اللجنة الأمنية، رجال الشرطة، الصحة المدرسية، كل الجهات المساهمة في سير الامتحانات. وفي ذات السياق
رحبت مديرة مدرسة زينب بنت جحش الأستاذة عرفة حسن محمد أحمد بالضيوف، وقالت إن الإعداد للمراكز يتم بصورة جيدة، وأن الامتحانات تسير بهدوء تام داخل مركز زينب بنت جحش. الكرام إدارة محلية حلفة الجديدة، كما نرحب بالمدير التنفيذي ونرحب بالإعلام والوفد المرافق لهم جميعا للإشراف وقرع الجرس من مدرسة زينب بنت جحش بحي الثورة مربع 1. ونأمل أن تكون امتحانات سهلة بالنسبة للتلميذات وربنا يوفقهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. بالنسبة للمركز يعني الحمد لله تم بحمد الله إعداده وترتيبه إعداد جيد، وكل التلميذات حضور، لكن في بعض الغياب، يعني عدد القليل ما يقارب 4 أو 5 تلميذة ديل كانت ظروف إنه درسوا معانا، وبعد الاستقرار رجعوا لأماكنهم. أبانت الأستاذة فاطمة محمد علي كبير الموجهين بمدرسة زينب بنت جحش بأن عدد الممتحنات بالمركز 217 تلميذة، وأن عدد المراقبين بالمركز 15 مراقب، مبدية سعادتها باختيار قرع الجرس بمدرسة زينب بنت جحش، وأن هذه المرة الأولى لاختيار مدرسة بحي الثورة بمدينة حلفة الجديدة. المراقبين 15 مراقب، كبير مراقبين 1 2 مساعدين، عدد الطلاب 200، عدد الطالبات 217. ونشكر الناس اللي قاموا بهذه الزيارة وأحسونا بأنه شنو في اهتمام بالنسبة للمراكز، لأنه لأول مرة نحن نكون عندنا مراكز، لأول مرة يقرع الجرس من داخل هذه المدارس، ونتمنى التوفيق لطالباتنا الممتحنات. مشاهدينا الكرام، غد نقلنا لكم مشاهد لقرع الجرس بمدرسة زينب بنت جحش بمدينة حلفة الجديدة، وفي الختام نتمنى التوفيق والسداد لأبنائنا الممتحنين بولاية كسلا محلية حلفة الجديدة. فيروز يعقوب، الإعلام التربوي بمحلية حلفة الجديدة.